ثلاث مدرسين في ثانويه عامه احذر منهم حذر شديد جدا جدا جدا، واوعى تعمل الحاجات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي، عشان في غيرك عملها زمان ودلوقتي ندم. وانا والله العظيم والله العظيم في الفيديو ده مش تبع اي مدرس ولا لي علاقه باي مدرسين، وكل المدرسين كلهم على راسي وكلهم بحبهم على المستوى الشخصي جدا جدا جدا. بس انا دلوقتي بقول لك على اخطاء طلاب غيرك ارتكبوها زمان ودلوقتي بيندموا عليها للاسف، وانا مش عاوزك تقع في الغلطات. كمل معايا الفيديو للاخر وما تفوتش ولا كلمه، لان الفيديو كله هيبقى مهم باذن الله. ويلا بينا من غير ما نطول في كلام كتير نبدا في الفيديو بتاعنا. اول مدرس فيهم هو مستر محمد عبد الجواد، مدرس الكيمياء المشهور على اليوتيوب. ومفيش منكم تقريبا ما يعرفش مستر محمد عبد الجواد. مستر محمد عبد الجواد انا بحبه جدا جدا على المستوى الشخصي، يعني شرحه جميل جدا 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 وشرحه لا يعلى عليه، ومدرس كويس جدا في ماده الكيمياء للثانويه العامه. بس انا هقول لك على الاخطاء اللي غيرك عملها، وانا مش عاوزك اللي انت تقع فيها في السنه دي. فركز معايا كده وفتح دماغك كده وصحصح في الفيديو، واوعى تفوت ولا كلمه لان كل كلمه مهمه. وعاوزك لو كنت بتقع في الغلطات دي لغايه دلوقتي تلحق نفسك كده بدري بدري، عشان ما تجيش في اخر السنه وتقول يا ريتني، وما تجيش في الامتحان وتلاقي نفسك متسوح. وهنا انا بتكلم على الطلاب اللي كانوا من اول السنه بيحضروا المستر محمد عبد الجواد على اليوتيوب، بس على اليوتيوب في البلاي ليست بتاعت الثانويه العامه اللي فيها تقريبا 78 فيديو. احذر، في خطر كبير جدا جدا عليك دلوقتي. لو انت معتمد اعتماد كلي على الشرح بتاع مستر محمد عبد الجواد على اليوتيوب، انا عارف ان هو شرحه كويس جدا وبتطلع من الفيديو فاهم المعلومات اللي المستر قالها. حط تحت المعلومات اللي المستر قالها دي 1000 خط. بس يا صديقي انت مش واخد بالك من حاجه، ان المعلومات اللي بيقولها المستر دي ناقصه جدا جدا جدا، ناقصه يعني معلومات اكاد اقول لك ان اهم المعلومات اللي المستر ما قالهاش بتيجي في الامتحان في اخر السنه. هو المستر تقريبا في الفيديوهات بتاعت اليوتيوب بيديك البيزك، بيديك الاساسيات بس. فركز معايا كده وخلي مستر محمد عبد الجواد لو انت مرتاح لشرحه خليه منصه، بلاش تعتمد على اليوتيوب شرح كلي تيجي في الاخر تقول اصل انا المستر ما شرحليش الحته دي، اصل انا ما كنتش عارف الحته دي. وبالذات في العضويه فيها حاجات كتير جدا المستر ما قالهاش. وفي التريكات، في الاستيراد، في البنزين، في التسميه الشائعه، الحاجات دي كلها لازم تخلي بالك منها كويس جدا جدا جدا، لان في اخر السنه وضع الامتحان بتاع ثانويه عامه في ماده الكيمياء بالذات بيلعب على التريكات دي وبيلعب على ادق التفاصيل، وبيحاول على قدر الامكان يربط كل الابواب ببعضها، لان طبيعي جدا جدا تلاقي بس رابط لك بين الباب الاول في الحديد بالعضويه في اخر المنهج. اما بالنسبه لي انا فانا كنت باخد مع مستر محمد عبد الجواد في اول السنه، وفي اخر السنه من اول الكهربيه كده حضرت مع مستر خالد صقر، حضرت معاه المراجعات والعضويه والكهربيه. فالاثنين كانوا شرحهم ممتاز جدا وبصراحه لا يعلى عليهم. انا بقول لك على اخطاء لازم تخلي بالك منها كويس جدا جدا لو كنت بتعتمد على مستر محمد عبد الجواد في اليوتيوب اعتماد كلي. تاني مدرس معانا هو مستر رضا الفاروق، زي ما سمعت كده بالظبط. مش عاوزك تتخض ومش عاوزك تقول والله ازاي وانت اللي انت بتقوله ده غلط والكلام ده كله. اسمع كلامي للاخر وبعد كده قيم كلامي ليك. لو لقيت ان انا بتكلم في كلام ملوش اي لازمه اطلع من الفيديو يا عم، ومش عاوزك تعمل اي حاجه وتقول انا مش هسمع الكلام الراجل ده بيقول اي كلام. بس انا عاوزك تسمع وجهه نظر في الاول وتحكم عليها في الاخر. مستر رضا الفاروق وهو شرحه كويس جدا جدا جدا، وانا بحب مستر رضا على المستوى الشخصي جدا جدا جدا، ويعني شخصيه كده يعني مش عاوز اقول لك هزاره في الحصص وكلامه لينا، بصراحه كان مستر لا يعلى عليه. بس انا بنبهك لحاجه خطيره جدا جدا في الشرح بتاع المستر بتاع رضا الفاروق، وهو مدته. المده بتاعه مستر رضا الفاروق في الشرح بتزيد كتير جدا. ممكن يبسط لك المعلومه، ممكن يوصل لك المعلومه في وقت قصر من كده، في وقت يكون بالنسبه لك بيخلص كده اليوم وانت كده ايه تقدر تذاكر جنبه ماده واتنين. لكن لما ينزل حصه مدتها 7 ساعات 8 ساعات وهي مثلا تكون عباره عن قراءه او نحو او قراءه ونحو ونصوص والكلام ده كله، بياكل منك الوقت في اليوم كله حرفيا، بياكل منك الوقت في اليوم كله حرفيا. انا فاكر في المراجعات النهائيه كان المستر بينزل فيديو بال 12 ساعه، فيعني دي كانت حاجه تقريبا عامله ضغط علينا كطلاب، وبنفكر كتير جدا جدا ازاي هنخلص الحصه ال 12 ساعه دي. انت فاهم وجهه نظري؟ فهي الفكره في مستر رضا الفاروق ان هو شرحه كويس جدا 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 والله، بس هي الفكره في مده شرحه. انا عارف ان هو شرحه كويس وعارف ان انت بترتاح لشرحه، بس لو نسيت ان انت وراك مواد تاني غير العربي هتلاقي نفسك في اخر السنه ذاكرت عربي 80 ساعه وذاكرت المواد التانيه 80 ساعه برضه. انت واخد بالك؟ يعني انت ذاكرت ماده واحده نفس اللي انت ذاكرته في المواد التانيه. ركز معايا كده وما تضيعش وقتك على الشرح بتاع الحصص. انت ممكن تذاكر اللي هو بيقوله في الحصه ال8 ساعات دول في ساعتين لو انت فتحت الكتاب وقريت كده وانت مركز، لكن غير كده الصراحه مستر رضا الفاروق شرحه كويس جدا. وانا يعني بنصح الناس وبنصح الطلاب اللي تيجي تقول لي انا اخد معاه العربي، بقول له والله عندك اتنين احسن من بعض.
بعض، مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق. بس انا كنت باخد مع مستر محمد صلاح بسبب حته الوقت دي، لانها كانت عامله بعبع في دماغي وكنت مش عارف ازاي هظبط الوقت خالص مع مستر رضا الفاروق. ثالث مدرس معانا وهو مستر محمود مجدي. ايوه زي ما سمعت كده، لو ما تعرفش مستر محمود مجدي فهو مدرس الفيزياء في ثانويه عامه، وهو بصراحه مشهور لكل الناس تقريبا. طبعا انت دلوقتي على لسان حالك بتقول ازاي ده مستر محمود مجدي ما فيهوش غلطه وما فيهوش عيب وبيبسط المعلومه للطلاب وكل حاجه بتبقى سلسه معاه والكلام الجميل ده كله. بس انا عاوز اقول لك ان هو مشكلته في بساطته. الناس مش قادره تقتنع ان مستر محمود مجدي بيحاول على قدر الامكان، ودي حاجه يعني ربنا يجازيه عليها، بس دي حاجه على قد ما هي حلوه جدا على قد ما هي سلاح ذو حدين. سلاح ممكن يعورك ويجيب اجلك في اخر السنه، وسلاح ممكن يخليك بص تتفوق وتجيب وتقفل الفيزياء دي وتبقى لعبه في ايدك. بس انت السبب في الموضوع ده في الاول وفي الاخر. مستر محمود مجدي في طريقه شرحه، هو طريقه شرحه مبسطه جدا جدا، وبيحاول على قدر الامكان اللي هو يبسط المعلومه لاقل عقل في الحصه. يعني انت لو عقلك بيستوعب بدرجه معينه، هو بينزل ادنى الدرجات دي عشان بس يخليك تفهم المعلومه بكل بساطه. بس صدقني لو فضلت ماشي على الموضوع ده لغايه اخر السنه، هتيجي في الامتحان والسؤال اللي كان بيدولك المستر وبيدربك عليه في الحصه، هتيجي في الامتحان تلاقي سؤال ملعبك ومشعبك كده في بعضه ومدخل حاجات كتيره جوه بعض. انا عارف ان انت بتكون عارف المعلومات دي والمستر مدربك عليها كويس جدا، بس لما تجمعوا كلهم على بعض وبقى لعبيكه كده وشكل المساله اختلف وشكل الرسمه اختلف، هتتهز ثقتك من جواك، لان انت كنت متعود على الحاجات البسيطه اللي المستر بيوضحها لك. هي ممكن ما تكونش حاجات بسيطه، وانا عارف ان هي مش حاجات بسيطه وهي اسئله صعبه، بس لدرجه سهوله المستر اللي هو بيوضحها لك بيخليك متعود على الحاجه اللي هي بتيجي ببساطه. فانت لو دخلك الرعب في اخر السنه من شكل مساله في الفيزياء، صدقني هتتشلوح في الاخر وهتقول انا غلطت وانا ندمت اللي انا عملت كده واعتمدت على مستر محمود مجدي. انا مش عاوزك تبطل تاخد مع مستر محمود مجدي اطلاقا، كمل معاه وهيخليك تبسط المعلومه ومية مية وهتبقى فله. بس بجانب مستر محمود مجدي شوف مستر محمد عبد المعبود. ما تنساش مستر محمد عبد المعبود، لان مستر محمد عبد المعبود بيدربك على الافكار الصعبه بنمط صعب، يعني بنمط يعلم من تفكيرك. ما تفتكرش ان النمط الصعب ده هيخليك قليل ولا هيخليك مش فاهم ولا هيخليك حمار، لا، النمط الصعب بيخلي دماغك واحده واحده تتعود ان هي تكبر، تفكر في البروبلم سولفنج، وازاي ان انت تانلايز كل حاجه انت بتشوفها، وازاي ان انت تقدر تحل مساله من A to Z من غير ما ترجع للمدرس بتاعك في اي جزئيه. فانا عاوزك صديقي تفهم كلامي وتفكر فيه بدل المره 100، وتركز معايا كده في كل كلمه بتتقال من الفيديو، وتركز في كل كلمه، ولو ما فهمتش كلمه عيد الفيديو من اول وجديد وافهم انا بتكلم في ايه بالظبط، عشان ما تجيش تقول لي في الكومنتات لا انت غلط وانت مش عارف ايه. والله العظيم انا بقول كلام غيرك وقعوا فيه زمان، ودلوقتي انا مش عايزك تقع فيه، انا جاي لك وقلبي عليك. فبجانب مستر محمود مجدي خلي معاه مستر محمد عبد المعبود، يخلي دماغك تشتغل، يخلي دماغك تكبر، يخلي دماغك مع الوقت ان هي تبقى ناضجه كده وتعرف تفكر في الحاجات الكبيره. مستر محمود مجدي بيخليك انت لو دماغك قد كده هي هتفهم بس هتفضل قد كده مش هتكبر، فاهم حاجه؟ لكن مثلا محمد عبد المعبود لو انت داخل له دماغك قد كده، صدقني في اخر السنه هتلاقي دماغك قد كده. فانا بقول لك الكلام اللي الناس كانوا بياخدوا مع ده وبياخدوا مع ده، والناس اللي خدوا مع ده وخدوا مع ده وجابوا درجات مع الاثنين بيقولوا الكلام ده عن ظهر قلب، وزي ما بيقولوا كده عاوزين مصلحتك في الاول وفي الاخر. وبس يا صديقي، كان الفيديو بتاعنا النهارده خلص، ومش تعمل لايك على الفيديو واشتراك على انت مش مشترك، عاوزين نوصل 10000 سبسكرايب في اقرب وقت ممكن. وبس كده، سلام.